دي من أشهر علامات يوم القيامة اللي بقت منتشرة اليومين دول، ولو أنت مش واخد بالك يبقى المشكلة فيك. كلنا طبعا مؤمنين بإن في يوم قيامة، أنا بكلم الناس المؤمنة إن في يوم حساب، إن في آخرة. والآخرة دي ربنا سبحانه وتعالى عرفنا إن ليها علامات بتقول إنها قربت، والنبي عليه الصلاة والسلام عرفنا العلامات دي. من أشهر العلامات اللي قالها النبي هي فتنة عظيمة تدخل كل بيوت العرب أو كل بيوت الناس، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا من زمان، من ساعة ما سمعت الحديث ده والعلامة دي، وعمال أفكر إيه هي الفتنة اللي هتدخل، إيه هي الفتنة اللي هتدخل. والله أعلم، وده اجتهادي ورأي علماء كتير. الفتنة دي هي اللي أنا بكلمكم منها دلوقتي، واللي انتوا شايفيني فيها دلوقتي. خلوا بالكم، أنا من الجيل اللي حضر الحياة ما قبل الإنترنت والحياة ما بعد الإنترنت والسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، وشايف التغير اللي حصل في المجتمع واللي حصل فينا واللي حصل في الناس حوالينا. يا جماعة، السوشيال ميديا دي طلع إن مساوئها أكتر بكتير من مميزاتها. هي زي كل حاجة سلاح ذو حدين، ودي اختياراتك. لكن يعني أنا عايز أعرف رأيكم، قولوا لي في الكومنتس، يعني في التعليقات، ايه كمية المساوئ اللي طلعت علينا من السوشيال ميديا دي؟ ايه كمية الغيرة والنفسنة والحقد والمقارنات اللي دمرت بيوت ودمرت حياة بني ادمين؟ ايه الفتنة اللي خلت الناس بتدور وتجري ورا الفلوس، ومش مهم هي حلال ولا حرام؟ بقينا بنقيس مقاييس النجاح بمقاييس شيطانية. ده عنده فولورز اكتر، ده مشهور اكتر، ده معاه فلوس اكتر. مش مهم بقى ال الشهرة والانتشار بتاع الشخص ده بالسالب ولا بالموجب. واحدة تطلع تتعرى، واحد يطلع يفضح بيته، واحد وواحدة يطلعوا يهزقوا نفسهم ويتقال عليهم انفلونسرز ومؤثرين. وكلمة انفلونسر دي في حد ذاتها او بلوجر كلمة تقلق. ما انت ممكن تبقى بتنفلونس الناس بالايجاب فتاخد حسنات، ممكن تكون بتنفلونس الناس بالنيجاتيف وبالسالب وتشيل ذنوب كل اللي بيتفرجوا عليك دول. عرفتهم حاجة غلط، علمتهم صفة منيلة بستين نيلة، كنت سبب يعني. وده شايفينه على السوشيال ميديا. شوفوا كمية الخناقات والناس اللي خسرت بعض على السوشيال ميديا وبسبب مواضيع تافهة، رأيهم في فنان، خناقات على الكورة. وانا واحد من الناس في بداية السوشيال ميديا كنت بخش اقول اتخانق ونخسر بعض. يعني ليه اصحابي يخسروا بعض وقرايبي يخسروا بعض عشان كورة ولا خناقة على لعيب هو ما يعرفش عنكم حاجة؟ حياة الأغنياء وحياة الطرف والبذخ اللي بقينا نشوفها. احنا الجيل بتاعنا كنا زمان نسمع، كانت حياتنا كلها سمع. دلوقتي بقينا بنشوف، وفتنة النظر والرؤية دي أكبر بكتير. فيا جماعة، العلامة اللي احنا عايشين فيها دي علامة خطر وفتنة. وموضوع السوشيال ميديا والإنترنت ده بقى مدمر، فعايزين نحاول نستخدمه صح. انشر حاجة تفضل لك صدقة جارية بعد ما تموت، مش سيئة جارية. انشر حاجة تصلح ما بين ناس، تعمر الأرض. زرار اللايك والكومنت والشير اللي انت بتعمله ده، حتى لو انت بتنتقد حد، ده بيساعد في نشر الكلام ده. النبي قال الدال على الخير كفاعله. النبي قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة هو شايل ذنبها وذنب كل اللي هيعملوها بعده. ففتنة السوشيال ميديا دي لو سمحتوا نحاول على قد ما نقدر نخليها مصدر خير لينا، مش مصدر شر لينا ولغيرنا. وربنا يحسن ختامنا جميعا يا رب. صباح السعادة.